استني ثانية بس. انتي ممكن تكوني بتستخدمي حاجات طبيعية كل يوم بس بتدمري بشرتك من غير ما تعرفي. في الفيديو ده هقولك الحقيقة كاملة، الصح والغلط. العسل هو ممتاز للبشرة، بس لو سبتيه وقت طويل ممكن يقفل المسام ويسبب حبوب. الصح 15 دقيقة بس وهتشوفي فرق رهيب. زيت جوز الهند، ناس كتير فاكرة إنه مناسب لكل أنواع البشرة، بس الحقيقة لو بشرتك دهنية ممكن يعمل كوارث. الأفضل استخدميه للشعر بس. ماء الورد ده بقى من أأمن الحاجات، بيرطب، بيهدي البشرة ويديكي نضارة فورية. الألوفيرا لو بشرتك متهيجة أو فيها حبوب، ده الحل السريع، بيهدي البشرة فوراً وكأنه سحر. القهوة مش بس بتفوقك، دي كمان بتفوق بشرتك. مقشر طبيعي بيشيل الجلد الميت ويخلي بشرتك ناعمة جداً. الزبادي مع الليمون تفتيح سريع، بس خدي بالك لو بشرتك حساسة ممكن يسبب تهيج. شايفة الفرق؟ الموضوع مش إن الحاجة طبيعية وخلاص، الموضوع إنك تستخدميها صح. قوليلي في الكومنتات إيه أكتر حاجة جربتيها، ومتنسيش تبعتي الفيديو لصاحبتك اللي محتاجة الكلام ده.